بص يا باشمهندس، دي الجاردن كده مبدئيا. دي الجاردن الأمامية. تمام. ماشي. هي الفيلا هندسة مباني 2020، لسه حديثة خالص. بسم الله ما شاء الله يعني. دي الجاردن الأمامية. ماشي. هنتحرك بقى خلفي كده، المدخل الجانبي. بس يا باشمهندس، ده كله الصالون أو الريسبشن. ده الكيتشن. الفيلا لسه جديدة بالكامل يا باشمهندس. ده حمام ضيوف. بسم الله ما شاء الله، مصممه تحفة يا باشمهندس. ده التكملة. تمام. طيب ماشي، دي بقى الجاردن الخلفية. الدوبلكس برضو كذلك، بنفس التشطيب بنفس كل حاجة. هما يعني زي كده على جزئين يعني. وده بقى تكملة كده للناحية التانية على طول. ده خرجنا كده ايه. ماشي، نطلع فوق. يعني كده الخلفي يا هندسة، الشمس دلوقتي بتغرب عليه. يعني الأمامي بحري، كده غربي في الآخر، آخر الفيلا. كده بقى طالعين على فوق. بسم الله الرحمن الرحيم. الرخام بسم الله ما شاء الله جدا، حاجة تحفة يعني. احنا كده بقى ايه، طلعنا للمدخل. المدخل بتاعنا اللي هو الرئيسي بتاع الفيلا. ده زي ليفينج كده. متقلقوش، مش هجيب حد. ده زي ليفينج، زي ما انت زي ما انت زي ما انت زي ما انت. تمام. دي بلكونة كده صغيرة على الجاردن الأمامية. وده جنب المدخل على طول، الباب بتاع الشقة. ده بسم الله ما شاء الله حمام بكابينة شاور.
مساحته كويسة جدا. وفي هنا غرفة HDF في الأرض. ده الشباك بتاع الغرفة دي على الجاردن بتاعة الفيلا نفسها. دي غرفة. السلام عليكم. دول غرفتين مفتوحين على بعض عشان الأولاد. زي ما انت دي بقى ايه على الجاردن الخلفية. دي بلكونة. بسم الله ما شاء الله. حتى الفيلا اللي جنبها هندسة مميزة جدا، تصميمها حلو جدا، المكان كله شيك جدا. بسم الله ما شاء الله. دي الجاردن الخلفية اهو. دي بلكونة للغرف. دول غرفتين مفتوحين على بعض عشان الأولاد. ده هنكمل بقى، نخش على غرفة النوم بقى الرئيسية للماستر. بسم الله الرحمن الرحيم. ده في الدريسنج.